هي ليه ممكن تقول عليا فرفوره في حوار الخضار المجمد ده. حماتي من النوع لما بتجيب التوابل لازم تنقيها، مثلا كده الفلفل الاسود ما ينفعش ان هي تجيب الفلفل الاسود مطحون جاهز، لا لازم تنقيه كويس، او لازم يكون فلفل سليم كده، الفلفل اللي هو الحصى ده، ولازم تنقيه كويس وكده. ففي مره كانت هي قاعده بتنقيه تمام، وانا يا جماعه انا قاعده قدامها كده وايه، وجوزي قاعد كده. فوهي قاعده بتنقيه، طبعا انا مش عارفه انا ليه اتكلمت بقول لها ايه ده انت بتقعدي تنقي كل الفلفل ده كتير قوي. فقامت قالت لي ليه، هو انت بتشتري الفلفل ازاي؟ قلت لها بشتري مطحون. قمت عامل كده يعني يا ابني. يعني هي بصت يا عيني على اسلام، اللي هو ايه يعني يا ابني بتاكلك الفلفل وهو مطحون كده بكل بقى ما فيه، وقعدت تقولي لا طبعا ما ينفعش، الفلفل بيبقى فيه كده ايه طين وحاجات ومش عارف ايه، لازم يتنقى كويس جدا. طبعا انا بالنسبه لي انا ما فيش وقت انا للحاجات دي، يعني مناعه نعتبرها ايه مناعه. فطبعا يعني ده مثال عن ان هي لو عرفت ان انا جبت القلقاس مجمد ممكن تقول عليا فرفوره عادي جدا. يعني انا تقريبا قللت الشوربه للنص، انا بقى مش عارفه، انا يعني بالنظر كده حاسه الشوربه كتير، بس مش عارفه ولا بقى هتقل شويه مع التسويه، مش عارفه بصراحه. وشفت فيديو قبل كده حد كان بيقول ان المكعبات بتاعه القلقاس دي بتبقى اصغر من اللي بتتعمل في البيت، فهي بتدوب بسرعه في الشوربه يعني، فما ينفعش ان احنا نسيبها كتير في التسويه. طيب انتوا بقى تسالوني طب يا بسمه انت ليه ما كنتيش بتاكلي الاكل ده في البيت؟ اقول لكم والله مش عارفه، يعني انا في حاجات عارفه هي ليه ماما ما بتعملهاش، زي مثلا الفسيخ. ماما بتحب الفسيخ جدا على فكره، وبعد الجواز بقت بتيجي تاكل الفسيخ عندي هنا في البيت، بس عشان بابا واختي بيكرهوا حاجه اسمها فسيخ، ف علشان كده يعني ما بتعملوش. فاظن كمان ان هم ما بيحبوش القلقاس، مع انه بصراحه تحفه، هم لازم يبقوا يجربوه من عند حماتي خطير. طيب انا حطيت القلقاس في الشوربه تمام، يعني مش عارفه والله يا جماعه كده كويس ولا ايه، بس هسيبه على النار كده على ما نعمل السلق. انا عرفت ان السلق بيتعمل زيه زي تقريبا طشه الملوخيه، فيلا بينا نعمله. للعلم يعني انا برضو مامتي خطيرة في الأكل، بس ماما ليها تخصص تاني كده، يعني ماما خطيرة في المكرونة البشاميل، تشيكن بالبصل المكرمل، كانيلوني، الحاجات ايه اللي هي مش المصرية قوي دي. بتعمل برضو ملوخية حلوة، فأنا حاسة ان انا طالعة زي ماما اكتر، يعني انا بحب الأكل المدلع كده. يعني انا يا جماعة من اول الجواز انا مش فاكرة انا امتى اخر مرة اصلا سلقت لحمة، انا ما بسلقش لحمة خالص، انا سلقت اللحمة النهاردة عشان اخد شوربتها عشان اعمل بيها القلقاس، لكن انا في العادي لا، اللحمه بصوص الدمجلاس بالبصل المكرمل في طاجن وفي الفرن ومش عارفه، انا بحب الحاجات دي.